السلام عليكم. كلمتين موجهين كده بسرعة للمغرب والجمهور المغرب، وبالأخص جمهور الوداد، وبالأخص الشرق الأوسط كله، سواء أفريقيا أو في مصر أو جمهور الوداد شغال من دلوقتي، والمسؤولين بتوعهم والجهاز الفني واللعيبه مش عارف ايه، وهناخد الكاس وهنغلب الاهلي ومش عارف ايه. احنا كجمهور الاهلي احنا بننبسط من اللي احنا شايفينه ده، يعني انا فرحان جدا وبتفائل جدا من اللي انا شايفه ده. دايما كل الفرق اللي بتقعد تتكلم كتير قبل ما تقابل الاهلي بتاخد على عينيها، في الاخر بتاخد على عينيها، سواء في مصر من زمالك بياخد على عينيه عشان بيتكلم عليها كتير، سواء اسماعيلي، سواء مصري، سواء بيراميدز، كله بياخد على عينيه. احنا احلى ميزه فينا كنادي اهلي وكجمهور ما بنتكلمش كتير، وما بنتكلمش اصلا غير بعد الحدث ما بيحصل، رغم ثقتنا الكبيره في اللعيبه من قبل كل مباراه، لكن دايما ما بنتكلمش غير بعد الحدث ما بيحصل. الميديا كلها والفيسبوك كله متغرق الوداد، واللعيب متصور ماسك الكاس، واللعيب مش عارف ايه، والمدرب بيقول نكسب مين، واحنا مبسوطين ان احنا هنقابل الاهلي ومش عارف ايه، والجمهور زايط وفرحان قبل المباراتين، مش قبل مباراه واحده، قبل نتيجه مباراه واحده، قبل المباراتين. فده يوحي لك بايه؟ يوحي لك ان اي حد بيحك في الترند لازم عايز ياخد ينوله جانب من الشهره وجانب من العظمه، وهو الاهلي. كل الفرق بالاستثناء، كل الفرق في مصر، كل الفرق في الدول العربيه، كل الفرق في الدول الافريقيه بتحب تحك في الترند اللي هو انا، اللي هو احنا الاهلي، اللي بيحب يحك فينا علشان خاطر احنا الشهره كلها. اي حد هيتكلم علينا سواء بالحلو سواء بالوحش هو اللي هيبقى مشهور. فمش جديد علينا اللي احنا شايفينه. مفيش فرقه اتكلمت قبل المباراه علينا وكسبت الا لما دعكناها في الاخر. مفيش بس غير سان داونز اللي لما بيقابلنا هو اللي ما بيتكلمش كتير، وبالتالي بنشوف النتيجه ان هو بيكسبنا. بالمناسبه لو اي حد في الكومنتات هيشوف الفيديو ويقول لي يا بتاع سان داونز وخمسه، انا عايز كل سنه اتغلب من سان داونز 5، ولو عايز تزودهم من معايا 7، ولو عايز تزودهم تاني 9، بس اوصل للنهائي واخد البطوله. ال5 دي بتبقى شرف ليا لما اوصل النهائي واخد البطوله. لما كل 5 بيوصلوا النهائي انا موافق ان انا اتغلب من سان داونز كل سنه 5، ما عنديش مشكله. فاي حد بيقرب من الاهلي بيحك في الترند، مفيش حد عنده ثبات انفعالي. فاكرين السنه اللي قبل اللي فاتت في كاس العالم للانديه، حتى بتوع اسيا قابلنا الهلال السعودي واحنا وهنعمل ونسوي في الاهلي، وفي الاخر طق خد على عينيه 4-0 مع الرأفه. الاهلي بس كده بحكم العروبه وبحكم ان هو مش عايز يطلع السعوديه ولا جمهور الهلال شكله وحش، رزعهم 4-0 مع الرأفه. وخد بقى عندك بقى في افريقيا الهلال السوداني حدث ولا حرج، الصفاقسي حدث ولا حرج، الترجي حدث ولا حرج، النجم الساحلي حدث ولا حرج، الافريقي حدث ولا حرج، الرجاء حدث ولا حرج، الوداد حدث ولا حرج. كله بيقعد يتكلم على الاهلي وفي الاخر بياخد على عينيه. جمهور الوداد لما ما اتكلمش في مره بس في سنه عن الاهلي قبل المباراه، خد النهائي هناك في المغرب اللي هو كان جاله على الطبطاب 2-0. وطبعا عشان احنا كنا تعبانين ومرهقين وحاجات كتير قوي، فما بنحبش احنا نوجد مباريات، بس لما ما اتكلمش خد البطوله. لكن كالعاده كلهم في كل سنه بيتكلموا، في الاخر بياخدوا على عينيهم. احنا اللي ما بنتكلمش، احنا بنعمل في صمت. انا بقول لكم انا مبسوط من اللي احنا فيه ده. بقول لجمهور الاهلي بطمنهم قبل المباراتين مش قبل مباراه واحده. اللي انا شايفه ده بتفائل قوي، الكاس في جبنا. انا بقول لك الكاس في جبنا باللي انا شايفه ده. ليه بقى؟ لان كل ما تحكها في الترند كل ما تركيزك هيقل. الكلام ده لكل الفرق، كل ما تركيزك هيقل كل ما هتضيع، كل ما انا هحط عليك اكتر، كل ما انا هحط عليك اكتر. شوف الاهلي بيأدي اداء حدث ولا حرج، ولا اجمل ولا اروع من كده. بيعزف سيمفونيه مقطوعه موسيقيه ماستر سين ما بيعملهاش غير الاهلي، ولكن برضه عندنا ثقه كبيره قد ايه في لعيبه الاهلي وفي الجهاز الفني وفي الاداء وفي الحاله الفنيه. ولكن برضه احنا بنلتزم الصمت قبل النهائي، قبل المباراتين بنلتزم الصمت. بس اوعدك هحفر عليك في مرتين، بعد المباراة الأولانية بعد المباراة التانية هطلعك مسرح، هخليك تكره اليوم اللي اتكلمت فيه عن الأهلي، سواء الوداد وجمهوره أو طبعا ولينا نماذج وأمثلة كتيرة. اسأل جمهور الزمالك، واسأل جمهور أفريقيا كله، واسأل جمهور آسيا كله. أنا الأهلي اللي جاي والحاضر، أنا الاسم اللي هد جبال. ما قريب جدا جدا هنتقابل. السلام عليكم.